السلام عليكم ومرحبا بكم في قناة سكينة. اليوم البنات واحد البريوات رائعين ما شاء الله، واحد اللذة غادي يجيوكم غزالين، ما غاديش تبقاو تخلاو عليهم ان شاء الله في الشهر الكريم، في الشهر ديال رمضان. انتم البنات واحد البريوات غزالين ما شاء الله ومقرمشين في واحد التقرميشه رائعه. ندوزو المقادير وطريقه التحضير مع بعضياتنا ان شاء الله. هنا البنات شنو غادي نحتاجو لهاد البريوات ديالنا اللي كيجيو غزالين واقتصاديين بزاف ورائعين في المذاق. غادي نحتاجو ان شاء الله واحد العلبه ديال الجبن اللي بغيتو نتوما واللي متوفر عندكم، اي جبن كتفضلوا. غادي نحتاج علبه كل انا، ونقدر نزيد نص من وحده اخرى لحقاش انا عندي كميه كبيره، وانتم حسب الكميه ديالكم. انا ما تنخلي حتى حاجه تضيع، حتى هادشي اللي لاصق نحيد. درت علبه كلها. غادي نحتاجو الديكابرومي مدخن ولا لدان فيمي مدخنه بحال هاد الشكل، قطعتها رقيقه. القياس على حسب اللي بغيتو نتوما وعلى حسب الرغبه، واش خديتو كيلو الورقه ولا نص كيلو ولا ربعه الورقه، على حسب اللي بغيتو. اللي بغات البنات غير تجرب اول مره دير غير 4 ودير القياس اللي بغات. غادي نحتاجو الفرماج احمر، انا خديت هاد الشكل هذا وانتم اللي عندكم في الدار. انا درت كثير البنات، نتوما على حسب الكميه كنقولها ونعاود. وغادي نحتاج الزعتر من بعد ما سخنته بحال هكا في مقيله، هذه غير تنسيمه على حسب الرغبه، اللي ما بغاش يديرو ما يديروش. يمكن لكم تنسموا باي حاجه كتعجبكم، يازير ولا تبش ولا زعتر، اي حاجه بغيتو نتوما. وغادي نحاول نزيد شويه ديال الجبن، عفوا العلبه الاخرى. انا خديت علبه ونص، وغادي نخلط مزيان تيتعلق لي هادشي. تقدروا تخلطوا بيديكم البنات باش تحكموا مزيان. صافي الخليط ديالنا واجد. هاد البريوات ساهلين وكيوجدوا همش تعين دغيا البنات. واحد الحشوه رائعه البنات، كتجي غزاله لذيذه بزاف. تقدروا تزيدوا هنا الزيتون مقطع رقيق، دوزوه في الهشوار باش ما يتقبشكمش الورقه، وتزيدوه هنايا في هاد الحشوه هادي. صافي الحشوه ديالنا واجده. غادي نجربوا بحال هكا وحيده بيدينا واش غادي تدير لنا كويره ولا بودان بحال هكا طويل على حسب البريوه. هانتوما كتشوفوا البنات الخليط ديالنا مجموع مزيان بحال هكا. غادي نجمع طاوله العمل ونجيو ان شاء الله نطردوا البريوات ديالنا. من بعد ما خويت طاوله العمل وقطعت الورقه ديالي، انا خديت الورقه الكبيره قطعتها على 4 بحال هذا الشكل اللي كيبان لكم. الحشوه ديالنا راه كتشكل لكم زعما راه مجموعه بكل سهوله. وغادي نبداو ان شاء الله نقادوا البريوات ديالنا. كنجيبوا بحال هكا، نحطوا الحشوه هنا في الوسط ونجيبوه بحال هكا. نحاولوا هاد البلاصه تكون عندنا مقاده باش ما نطويو البريوه ديالنا ما تجيناش عوجه، يجينا مقاد نيشان. نتوما كتشوفوا البنات غادي ندير معكم غير بشويه، وما نزيروش يدينا في اللويه بحال هكا، نمشيو معاها غير بشويه بحال هكا خفيفه. نحاولوا نخشيو هاد القنيتات. وهنا غادي نديروا شويه ديال الدقيق والماء باش غادي نجمعوا بحال هكا. نعاود معكم وحده اخرى، كنتمنى نزيد شويه لقدام باش نبان لكم مزيان. هانتوما البنات
دائما هاد البلاصه تجينا مقابله. انا كنتقل باش البنات يفهموا، البنات المبتدئات. بصح انا هاد الورقه خرجت لي شويه غليظه، نتوما كتشوفوا شوفوا فيها البلايص غلاظ وبلاصه رقيقه. نتوما حاولوا تمشيو عند شي واحد كيصوب الورقه مزيان. انا اليوم هذا السيد هذا ما دارليش ورقه، الصراحه ما عجبتنيش بزاف. صافي غادي نديرو هنا شويه ديال الدقيق والماء بحال هكا، ونجمعوا بحال هكا السيكار ديالنا. كيجيو لذاذين البنات، جربوهم ان شاء الله ما غاديش يخطاوكم في رمضان، غادي يعجبوا وليداتكم. شوفوا الاسره ديالكم كلها ما شاء الله كيجيو غزالين البنات، كيجيو رائعين. هذه حاولوا ما ديروش بحال هكا، حاولوا تكون الورقه مقاده. هذه درتها لكم باش نتوما تشوفوا البنات. هنا عاوتاني مثلا غادي ندير نفس الطريقه، نحاول نخلي القياس بحال بحال. ندير معكم شويه باش نتوما بنات المبتدئات ما تبارك الله ما شاء الله هكا. ونمشيو خفيفه، اللويه خفيفه بحال هكا خفيفه، ونديرو هنا الدقيق والماء باش تلصق لنا. غادي نستمر تنعمر كلشي ان شاء الله، ونتلاقاو نشوفوا المراحل الجايه ان شاء الله كيفاش غادي نطيبوا هاد البريوات ديالنا وشنو غادي نزيدوا عليهم مازال. من بعد ما لوينا البريوات ديالنا كاملين ولا السيكار ديالنا كامل، هنا خديت جوج بيضات طربتهم مزيان. خديت هنا الشابلوغ وهنا الخشخاش. غادي نزيد هذا الخشخاش على الشابلوغ، غادي نزيد واحد الكميه اللي تكفيني. غادي نخلطو مزيان البنات. هاد الشابلوغ انا مصاوباه في الدار، غير الخبز هكا حمرته في الفران، باندومي حمرته في الفران وطحنته. راه فايتين دايرين مع بعضياتنا، مصاوبين الخبز ومصاوبين كلشي. دخلوا البنات للقناه وغادي تشوفوا الطريقه. ودابا هنايا ان شاء الله خديت البلاطو وفرشت له البلاستيك، وغادي ناخذ السيكار ديالي يد غادي ندير به بحال هكا البيض. كنتمنى يكون يبان لكم مزيان. واليد الاخر غادي نصاوب به الشابلوغ بحال هكا، نحاول ما نقيسوش بالبيض. كنتمنى يكون يبان لكم البنات. هانتوما هاد اليد هذا ما غاديش نقيسو بالبيض باش نهز به السيكار ديالي، ونحطو في واحد البلاطو مفرشه له البلاستيك. البلاطو اللي يكفيكم البنات، اللي يدخل لكم الكونجيلاتور ديالكم، تديروه تفرشوا فيه بلاستيك وديروا فيه هاد البريوات ديالكم حتى يجمدوا مزيان. وعادي يمكن لكم تجمعوهم ديروهم بلاستيك ديال الكونجيلاتور، ولا ديروهم في البواطات على حسب كل وحده شنو كتخدم وشنو عندها. نحاولوا نلصقوا هاد البافو وهاد الشابلوغ في السيكار ديالنا. كتمشي لي الهضره ونبقى نتفتف، لا حول ولا قوه الا بالله. بحال هكا البنات. كنتمنى يكون يبان لكم هاد اليد، ما تقيسوش بالبيض باش تجيكم خدمه نقيه وتجيكم ساهله. هنا كنحاول بحال هكا ندور ونعاود باش تلصق لي مزيان، باش ما يطيحش هادشي في الزيت ويكون شاد مزيان. البيض يكون شاد لنا هاد الشابلوغ مزيان. نتوما البنات شو البيض كيبقى لنا نقي والشابلوغ ديالنا كيبقى نقي. واخا يبقى لنا نقدروا نحتفظوا به مره اخرى. هنا البنات قدينا السيكار ديالنا كاملين، درناهم في الشابلوغ مع الخشخاش ولا البافو. هادو جا قليل فيهم شويه حيت تقادالي. البنات دابا ضروري غادي ندخلوهم الكونجيلاتور. غادي نديروا واحد البلاطو اللي كيدخل لنا الكونجيلاتور، فرشوا له البلاستيك
ونغطيوها بحال هكا باش ما يشمولناش حتى شي ريحه. نغطيوهم مزيان بحال هكا، نسدو عليهم وان شاء الله ندخلوهم للمجمد حتى ييبسوا. البنات ضروري تدخلوهم للمجمد، عاد تقليوهم ولا تدخلوهم للفران. ومني تجبدوهم من المجمد ديريكت الزيت يكون سخونه بزاف ولا الفران يكون سخون على حسب الرغبه. غادي ندخلهم حتى يجمدوا ان شاء الله نتلاقاو من بعد الشكل النهائي ديالهم. بنات هنا دوك لي سيجار ديالنا من بعد ما جمدوا في المجمد، هانتوما كتشوفوا البنات مقرمشين يابسين يعني مجمدين. نشرح بزاف كتلف لي الهضره بعض المرات. ها هما نتوما تشوفوا البنات راه كلهم خرجتهم دابا المجمد. غادي نديروهم في هذا البلاستيك هذا اللي كناخذوه خاص بالكونجيلاتور، وكل وحده كدير القياس ديالها. انا غادي نصاوبهم ونرجع معكم ان شاء الله. وهنا البنات من بعد ما قديت لي سيجار ديالي في هذا البلاستيك الغذائي ديال الكونجيلاتور، غادي ندخلهم نعاود ندخلهم الكونجيلاتور. البنات غير خفوا يديكم دغيا، ما تخليوهمش باش ما يتطلقوا لكمش صافي. وغادي نخلي واحد الكميه اللي غادي نقلي دابا، وان شاء الله من بعد ما نقليها غادي نوريكم الشكل ديالهم كي داير. كيجيو لذاذين البنات، يمكن لكم تحتفظوا بهم شحال ما بغيتوا في المجمد، راهم رائعين البنات. كنتمنى ينالوا الاعجاب ديالكم. غادي نقليهم ونتلاقاو ان شاء الله. وهنا ان شاء الله غادي نقليو البريوات ديالنا ديريكت البنات من الكونجيلاتور المقله ديريكت البنات. غادي نجرب الزيت بواحد شويه بحال هكا، الزيت يكون غليان مزيان البنات. غادي نخلي الزيت يغلي شويه. ودابا غادي نحطوا البريوات ديالنا بسم الله. ردوا البال مع يديكم البنات. نتوما غادي تقليو الكميه اللي تكفيكم. هانتوما البنات كنوريكم، كنقرب لكم المقله باش تعرفوا بان راه ما كيتحلوا لنا البريوات ديالنا، ما تيخرج منهم جبن ما والو. هانتوما نتمنى تكونوا كتسمعوني مع الصوت ديال المقله. نخليهم تيتحمروا مزيان ويتقرمشوا وان شاء الله نتلاقاو. البنات الشكل النهائي ديال البريوات ديالنا من بعد ما قليتهم هما هادو. كنتمنى ينالوا الاعجاب ديالكم، تجربوهم راه ما كيتحلوا البنات ما والو، كيجيو مقرمشين. سمعوا التقرميشه ما شاء الله، سمعوا التقرميشه رائعين البنات. كنتمنى ينالوا الاعجاب ديالكم بالصحه والراحه. وهادو اللي غادي نحتفظوا بهم في المجمد مده طويله، ما كيخسروا ما والو. كنتمنى ينالوا الاعجاب ديالكم بالصحه والراحه. الى فيديو اخر ان شاء الله.